الحاجه اللي كتخافي ديريها باش ما تبقايش تخافي. ما عرفتش فين سمعت هذه الجمله هذه ولا شكون اللي قالها، ولكن من نهار بديت كنطبقها تبدلوا بزاف ديال الحوايج. كنت من ديما بنت اللي خوافه واللي ما كتقدر دير والو، ولكن من نهار بديت كنخدم على راسي تبدلوا بزاف ديال الحوايج، خصوصا هذه الجمله هذه اللي عاونتني بزاف. كنت كنخاف وكنحشم نهضر مع اكثر من 3 ديال الناس ولا شي واحد غريب عليا، وانا طلوصه في لي ريزو سوسيو وليت كنهضر قدام الملايين. ودابا واخا ما نعرف شكون اللي يجي يوقف قدامي نهضر معاه وانا مرتاحه. ثاني حاجه كنت كنخاف منها هي السوقان. كنت كنخاف نسوق بوحديتي، وواحد النهار قلت هذا الخوف هذا خاصني نافرونتيه. وانا نسوق فواحد الوقيته كان فيها الثلج، قلت اللي بغى يطرا يطرا وما طرا والو. سي فري داك النهار كانت شجعتني واحد صاحبتي، ولكن المره الثانيه ما قلتها لتا واحد. مشيت لبلاصه بعيده وضربت دوره بوحديتي في الطوموبيل، ومن تما وانا كنسوق بوحدي وما بقيت كنخاف من الطريق. كنت كنخاف من لي كريتيك الا هضرت قدام الناس بالفرنسي بسبب لاكسون ديالي. وتخيلوا شنو درت، حليت كونت تيك توك تنهضر فيه غير بالفرنسي وخاص بالفرنسيين، ودابا ما بقيتش كنخاف من هاد الحاجه هادي. ولكن الواعره هي كنت كنخاف من المات، والخوف ديالي منه كان كيخليني ما نفهموش. وتخيلوا شنو درت، ملي تعطاتني الفرصه المره الثانيه باش نقرا فرنسا بديت به هو الاول، ومشيت كنبدا بلي باز هما الاولين وليت كنفهمو وجبت فيه 18. قلت نشارك معكم حتى نتوما هاد الجمله هادي اللي بدلات ليا حياتي، واللي تقدر حتى نتوما تحرك فيكم شي حاجه وتافرونتيو لي بور ديالكم.